وشوف يا فكرة اللي مش ضايفني بعد على قناتي على اليوتيوب، اذا انت بدك تساعد سيف لسيف يعني يكبر وهيك، انا صرت عم بث على اليوتيوب وعم طلع لايفاتي. اوكي، فلو سمحتم سبسكرايب لقناتي، قناتي موجودة بالبايو، قناة اليوتيوب. اوكي، شو هيدي؟ نو يلا جو لايف. اوكي، طب انا مبيني ايدي. اوكي هيك وهيك. لحظة شوي. طب انا ما بدي ابين هيدا. ايوه يلا. طيب هيك اوكي تمام. روتيت ذا ديفايس. طب ما انا اي روتيتد يعني. هيك يعني نعمله. اوكي هيك. فرجيني. اوكي هيك صار تمام بعتقد. صار بالعرض وهيدي وحدية هيك تمام. هلا هيك بعتقد صار اللايف تمام. يلا نبلش اخواتي. اخواتي ليه تكبيسنا هيك واطي؟ يلا نبلش تكبيس من نار لنبلش نحكي على حلقة امبارح. اوكي، نبلش فيها فرفطة فرفطة. اجت يا معلم لعندهم ريتا. اجت يا معلم لعندهم ريتا. لأول مرة بشوف ريتا الجلادة. صراحة جلدتهم جلد مش طبيعي. وأنا بالنسبة لإلي مع حق مليون بالمية. مع حق مليون بالمية. Welcome to remember your privacy. أوكي تمام. المهم اجت بلشت بموضوع زكية ودعاء. أنا ما بدي زيد كتير. أوكي، الحمد لله دعاء رجعت. الحمد لله دعاء انه خلص زبطوا لها وضعها. زكية بقيت. اللي عجبني بزكية انه هي رغم انها هي اكلت شو اسمه التحذير الانذار يعني، ولكن عادي اخذ الموضوع بروح رياضية ورواق. وحتى دعاء شفناها هادية وخلص زهقنا من الموضوع ده. ايه عن جد زهقنا من الموضوع. يعني اكثر موضوع انا زهقت منه بكل اسمه وخبيط هو موضوع دعاء وزكية والمخدة. المخدة اللي صار، يعني المخدة اللي صار فيها، يعني شو بدي لكم والله العظيم. صار في حرب عالمية بعد شوي على السوشيال ميديا، كله عشان مخدة. يحرق اختها المخدة. بتحس كأنه طرقتها شي سكينة والله العظيم. يعني اوفر والله العظيم اوفر. وحياة اختي اوفر. معها حق والله. مش والله ما قالنا ما معك حق. معك حق، الضرب غلط، بس خلاص تخينة. يعني يعدموها للبنت لانه عملت لك هيك بالمخدة؟ يعني يعدموها؟ شو اخواتي باليوتيوب يعدموها يعني للبنت؟ ما فهمت انا. اوكي ضربتك او عملت لك هيك بالمخدة، اكلت انذار، خلصنا. ليش انت تاخذي انذار؟ على فكره انت اخذت انذار مش من ورا الشيء اللي صار، لانه جايه كانت ريتا تعطي انذار بس لزكيه، بس من ورا كلامك ومن ورا الاوفر اللي عملتيها. اوكي، كان الحق معك، قلب الحق عليك من الاخر. هلو اخواتي على اليوتيوب، تسلموا لي والله. والله على راسي والله. صار يصير عندنا كومنتات اخواتي على اليوتيوب قصص. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، شو اخبارك؟ تمام؟ يلا. انا اليوم مش حرد حدا. اللي بيبعت لي بقول له هلا السلام عليكم وبنزل عادي. هلا السلام لله، ما هيك؟ اوكي. المهم خلصنا من قصة دعاء وزكية. جينا لمثلث لارا وفؤاد وحسين والدراما التي يعني شو بدي اقول لك. هيدي الدراما، شفت لما انت بتفتح البراد عندك وبيكون في عندك هيك مرضبان، يعني شيء هيك ازاز بقلبه شيء مثلا مثل مربى او طحينه او دبس قديم محطوط بالزاويه هيك، ونسيه انت نسيه بالبراد يا معلم.
هي قصة احسان ولارا هيك، يعني بتحس الدراما يعني خالصة مدتها، بس بعدك انت مش مكتشف الموضوع. طب ما خلص يلعن ديبك انت وياه، انت اثنيناتكم يعني اثنيناتكم زهقتونا. يعني عن جد الواحد ما في يجي يقول مع مين الحق، يحرق ديبك على ديب واثنيناتكم. يعني خلص طيب حل عنه وحل عنا، يعني اثنيناتكم حلوا عن بعض. كل شوي ما بعرف شو، حسين عمل، لارا عملت، وفؤاد بالنص، وفؤاد يعني عايشة على الأخير، ولو بدي إياها باخدها. طيب شو رأيك يا فوفو؟ شو رأيك إنه لو بده إياها عن جد حسين بياخدها؟ شو رأيك بقى؟ يعني ما كذب بهالنصر بهالنقطة. منو بنظرك اللي يستفز الثاني؟ اختي اتش بالنسبة لإلي اثنيناتهم عم يستفزوا بعض وعم يعملوا حركات على بعض، اثنيناتهم. واثنيناتهم بالاخر انا بحس انه اثنيناتهم معجبين ببعض من الاخر. ومثل ما عم بقلكم فوفو اكل الضرب من الاخر، فوفو اكل الضرب. قال انه اذا قال متضايقه من كلمه اذا بدي اياك تجيب، اذا بده اياها بجيبها، وهي اذا بدها اياه بتجيبه، الاثنين. يعني لحد العين بينهم مشاعر. انا بالنسبه لي مشاعر اللي هي مين بده يطلع راس قدام الثاني، تكسير راس، مش قصة مشاعر حب. أنا بالنسبة لي ما بحسها مشاعر حب، حسها مشاعر تكسير راس. مين بده يكسر راس الثاني، مين اللي بيطلع راس قدام الثاني، مين اللي بده يبين قدام الناس إني أنا القصة الكبيرة. فلا حب ولا بطيخ، هي قصة شو، عم يعملوا شو ببعض، فمش مبسوطين بالشو ببعض. مين عالق بالنص؟ فوفو اكل هم. منو اللي يبي ينتقم من الثاني؟ بحس لارا أكتر. شو رأيك بقى؟ يعني حتى حسين، ولكن اذا بدنا نصنف مين اكثر بحس لارا اكثر من حسين. بس حسين مش قليل، يعني حسين مش قليل ابدا. يعني مش انه والله بريء حسين، لا مش بريء، بس لارا اكثر. لانه بتلاحظ انه بس تشوف لارا حسين بلش يلتفت لنفسه، بلش يروح ليتعرف على حدا تاني، بدها تطلع له فرتينه. يا بتروح على الشخص اللي عم يتعرف عليه، يا اما بتوز فؤاد عليه. لاحظتوا هالشغله؟ يعني مثلا حسين مثلا اوكي ابدا اعجابه بمثلا، او حست انه ممكن يتعرف مثلا على ليتس سي صفاء، بتدقدش شو وضع صفاء، زكيه بتدقدش شو وضع زكيه، دعاء بتدقدش شو وضع دعاء. عادي جدا، عادي. خلود مطمنه بالها هي منها، ليه؟ لانه خوخو مراد، واضحه، ما واضحه للاعمى، خوخو مراد. ملثم ان شاء الله اليوم نطلع سوا وبتشوفوا مفاجاه حلوه اليوم. تمام؟ خليني بس كمل تحليل الحلقه. لما ريتا قاعده عم تسال عن موضوع الكابلز، انه كيفك يا لارا مع فوفو، دغري فوفو. تخيلوا السؤال لمين؟ السؤال لمين اخواتي باليوتيوب؟ السؤال لمين؟ سؤال من ريتا للارا. مين اللي رد على السؤال؟ مين اللي رد على السؤال؟ ها، مين اللي رد؟ السؤال عم تسأل يا لارا كيفكم مع بعض؟ فوفو دغري بيجي بيقول لها منيح نحن مع بعض، كثير منيح نحن مع بعض. لارا انه اوكي طيب اوكي. حتى ريتا تفاجأت انه انت شو خصك ولك انت شو خصك ولك فوفو شو خصك؟ بالقوة يعني بالاجبار، ولا عشان ما تعمل لها شي حركة وتكون انت بمرحلة الخطر مثلا؟ فوفو خايف من مرحلة الخطر. هلا تقول لي اعجاب وحب بلا حب وبلا بطيخ، ما تعيشها كتير علينا فوفو. بس لانه في فاينل. كيف يعني بالفاينل نحن مش كابل، نحن مش منع؟ لا نحن مع بعض بالقوة، نحن مع بعض. ولك فوفو عنده اعتبارات يعني. يعني بيلبق له في غنية للمطرب الكبير اللي انا كتير بحبه، ملحم زين، بدي حبك شو قلتي، فارض حب عليك فرض بالقوة.
الغيمة اللي بتشتي على الارض ممنوع تشتي. يلا فؤاد بيعمل لي هيك، عم بحكي والله. يعني هي حبيبتك ولا بسينة؟ عم بحكي. كثير بحب يعملها الحركة، انا ما بعرف ليش يعني، بس ما شاء الله. على فكرة انا ما كنت اعملها بهالسرعة، من وراه صرت اعملها بهالسرعة يعني. اوكي. anyway ما علينا. اوكي، اذا لاحظتوا بدل ما لارا بهيدا السؤال تجي تحكي هي عن موضوعها هي وفؤاد وعن علاقتها هي وفؤاد، على شو حكيت؟ يا ريتا دعاء انجرحت ايدها وحسين تمسخر عليها. قام طرقتها وحده دعاء جحفلتها وقلبت الموضوع من حسين لانتقام، او خلينا نقول تشفي لتاخد حقها منها. يا معلم كل واحد بهيدي الفيلا يا رب اسألك نفسي، ما حدا بيهمه الحق قد ما بيهمه حقي. فهمتوا كيف؟ هلا مساء الورد يا حبيبة قلبي، هلا يا نمر. بتحسوا هيك معلم، كل واحد يا رب اسألك نفسي. فتخيلوا لارا عم تيجي تحكي على قصة انه كيف بتوقف معه وهو انجرحت ايدها وتمسخر عليها. قالت له انت يعني تمسخر علي، بس على القليل لما شافني انا زعلانه راح وراي، انت اللي رفيقتي صار لك ما بعرف قديش ما جيتي. حبيت دعاء وجحفلتها، بس بحس دعاء بكره بحلقه بكره او بعد بكره حتلاقيها قاعده حد لارا انا بحبك كثير، لارا ما تزعلي مني، لارا يعني لو شو ما صار انا بحبك كثير، بس عادي اذا بطشت فيكي، يعني عادي حتى اذا خجلتك، يعني ما انت عملتي هيك، ما انا بحبك كثير، انا بحبكم كلكم، انا ما عندي مشكله مع حدا، بس ببطش فيكي. بالكيلو ايه بتحبهم كلهم ما شاء الله. يعني دعاء حبيبتي دعاء. anyway هي طيبه، هي قلبها طيب ما شاء الله عليها، يعني صراحه عن جد. لا يعني انا بكون قلبي طيب معك وبجيب العيد فيك، بس انا قلبي طيب يعني انا بجيب العيد فيك وبفوتك بالحيط وبحكي عنك وبعلق معك وبعيط عليك، وممكن عادي اني انا سبك، ولكن انا قلبي طيب، انا بحبك ما قصدي هيك، انا قلبي طيب. عرفتوا كيف؟ انا ما قصدي يا جماعه، ما قصدي والله، انا ما كنت مفكره بالموضوع انه رح يوصل لهون. عرفتوا كيف؟ anyway يا جماعه نحن بدنا نعامل دودو على اساس شو؟ على اساس انها هي طفله، ولا على اساس انها هي انسانه واعيه لتصرفاتها؟ هيدا اللي انا بدي اساله. اذا انا بدي عاملها كطفله فكل هول تمام وعلى راسي، ولكن اذا بدي عاملها كبنت فانت معلي كبنت واعيه وناضجه، فانت التصرفات اللي عم تعمليها منا بريئه، نقطه انتهى. يعني اللي بدهم يرفعوا لك واللي بدهم يطبلوا لك واللي بدهم يمدحوك ما رح يجي يقولوا لك الحقيقه. انا بيجي بقول لك بدك انا عاملك على اساس انت بنت صغيره، ساعتها كل افعالك مبرره وانت رواق، ولكن بدي عاملك كانسانه ناضجه وفهمانه، ترى هي الموضوع مش طيبه قلب، هي حره بس ما تقلنا طيبه قلب. تمام؟ ما تيجي تقلنا انا بحبكم كلكم وانا يعني اوكي يا هيك ما في ما بين. اوكي ما في ما بين. ترى انت كمان عم تيجي بتقلي يا بني ادم انه عم تيجي بتقلي والله دعاء عم تستعمل. ليش عم تستعمل؟ هيدا يمكن ما حدا يجي يقول لك اياها هيدي الدغري. ليش عم تستعمل دعاء؟ لانه بكل بساطه انا بالنسبه لإلي دعاء مش بدها ترضي الجميع مثل ما هي عم تجرب تبين، بدها الجميع يكون راضي عنها. هيدي نقطة
بعتقد ما حدا قال لكم اياها، وفي ناس يعني يمكن خوفا من جماهير معينه ما بتقول لكم اياها، ولكن نحن لا نراهم شيئا، بنقول مثل ما هي، عملت منيح منيح، عملت مش منيح بقول مش منيح. فعشان هن يكونوا راضيين عنا، يعني هن كيف بدي اقول لكم، ما يكونوا كيف يعني ما يجي يوم ويصوتوا ضدها، هي هيك. تمام اخواتي، ما حدا يزعل مني، بس باسمه ونصيب اللي بفوت اول سيزن ممكن يكون قلبه طيب، ولكن السيزن الثاني لا، ممكن يكون عنده طيبه ايه ولكن قلبه طيب. هلا ليانو قلبه طيب لدرجه انه الغباء والهبل، لا سوري، ما حدا غبي فيكم وما حدا اهبل فيكم. اوكي، كلكم عندكم حسنات وسيئات، وانتم كلكم ناس بالغين ناضجين مرقتوا باكسبيرينس، وهيدي الاكسبيرينس بتاهلكم انه انتم تكونوا بمرتبه اعلى عقليا وشخصيا. فعلى الاساس نحن كمحللين منحلل او بنعطيكم ليفل اعلى، فليفل اقسى بالتحليل. يعني انا تبريري لتصرفاتكم رح يكون اقل من لما كنتوا انتوا بعدكم جايين جديد. لما كنتوا بعد جايين جديد ممكن انا برر لكم، ممكن مرق لكم، ممكن سلك لكم، لكن حاليا لا، ما بسلك لحدا. الكل يعني الكل عنده اغلاطه، ما حدا طيب 100%، كله عنده طيبه وعنده مش حقول خبث، بس عنده الجانب الاسود منه. نقطة انتهى. فما حدا ضحية وما حدا اسود وشرير 100%، كله في عنده هيك وفي عنده هيك. تمام خلينا نكمل. طيب جينا على مثلث دعاء مراد خلود. ريتا برني ربك يا ريتا، انا اليوم حابب ريتا صراحة، يعني انا كتير عاجبتني ريتا، طريقة كلامها وتلطيشها وما قل ودل، يعني بتطرقك الكلمة بقلبها للقصة، عرفت كيف؟ بقلبها للقصة بتطرقك الكلمة وعلنا، يعني علنا. فاجت بمثلث دعاء مراد خلود، بمين بطشت؟ بخلود. اوكي من الاخر وعلى بلاطه. انا بحب الشجعان مثل ريتا شجاعه. من الاخر وعلى بلاطه، شو يا خلود بدك تاخدي مراد من دعاء؟ شو بدكم ترد خلود؟ سكتت اول شيء، بعدين ما سكت. ليه سكت؟ ما سكت لانه ماني عارف شو رد. بشرفك عن جد، خوخو ازميرالدا الفتانة بعزة جلالة، ما عارف هيني شو تردي بحياة قلبي وافراحه. صراحة يعني للحظة صدقتك، للحظة حسيت هيك بالبراءة اللي عم تشرشر. حسيت صراحة، حسيتوا البراءة بهديك اللحظة؟ حسيتوا براءة خوخو بهديك اللحظة؟ حسيتوها ولا لا؟ عن جد حسيتوا ببراءة عم تنقط هيك اخواتي هيك؟ ما بعرف شو احكي، يعني هالموضوع ما بعرف شو احكي. لحظة شوي يلا ولي، لحظة شوي. يعني مالي اللي عم يجي بيقول لي انه والله فانزاتها كتير ولا ما بعرف شو، لا نراكم شيئا ولك لا نراكم شيئا. ان شاء الله فكرك يعني انا بيهمني والله اللي عنده 10,000 ولا اللي عنده 1000 ولا اللي عنده 500، لا نراكم شيئا. ولك الحمد لله نحن عنا جماهيرنا، ما ناقصنا حدا. بالعكس يعني انا ممكن اوصل معكم لاني انا اقول طزان 3 ولا نراكم شيئا، واللي بشوفه بحكيه على مين ما كان، كلهم يعني كلهم. ايوه لا نراكم شيئا ولك كلكم الى الجحيم سافر حال باقي ويتمدد. لك ايوه. المهم خلينا نكمل. المهم مش عارفه قال انه يعني ريتا انه مش عارفه. اوكي مش عارفه. ريتا اخذتها على عدالة. هون ريتا رجعت كبت على مراد وحطته احرجته بسؤال. صراحه هون مراد
هلا بلكن على جوابه. شو السؤال؟ اذا انت ما كنت مع دعاء، او انه دعاء ظهرت، يعني بما معناه انه دعاء ظهرت، انه دعاء ما كانت، هل انت بتكون مع خلود؟ حرجته ولكن رده لمراد انا بالنسبه لإلي واقعي جدا وذكي جدا. شو قال لمراد؟ قال له اذا انا ما كنت مع دعاء، الاقرب لإلي واللي عم يقعد معي اكثر هي خوخو. يعني شوفوا، كلنا عارفين ومتفقين انه اتاكدنا انه خلود ومراد متفقين من قبل ما يفوتوا، تمام؟ ومراد سلم جدلا انه المشاهد صار عارف بهالموضوع، فجاوب على اساس هالموضوع لانه ما بقى في شيء يتخبى. بس جوابه كان بمحله انا بالنسبه لي، لانه شو ما رح يجاوب غير هيك رح ينبطش فيه. فهالقد انا بالنسبه لي يعني بطريقه رده مثل حط حد للموضوع، وانا بعتبر رده ذكي جدا بعد ما انفتحت كل الامور بسبب دعاء. وعلى فكره في شغله كتير مهمه، انا ما بقتنع 1% انه دعاء طلعت هالقصه انه خلود ومراد متفقين من برا هيك على هبل. صراحه انا ما بقتنع بهيدا الشيء. حتيجي تقول لي ليش؟ طب شو مصلحتها؟ لا يا حبيبي، مصلحتها انه بدها، انا حرام ليك شو عملوا فيي، خانوني ليك شو عملوا، ليك مراد لعب فيني، لعب بمشاعري، راح اتفق معه واجا كان معي. اوكي على اساس انت مش متفق انت وخلود، ولكن لما الاتفاق بلش يجي ضد مصلحتك قلبت الطاوله وقلتي خلينا نكون ضحيه. شو انا راضي ضميركم اخواتي، راضي ضميركم. منطق اللي عم بقوله ولا لا؟ انا راضي ضميركم. ذكية مش متفقة، واضح انه ذكية مش متفقة. تمام اتفقنا لكن هون شوف كثير متاخر اليوتيوب مش مع التيك توك. والله ما بعرف يا اخواتي. المهم كبسوا اللي على اليوتيوب بليز، كلكم سبسكرايب والجرس. ما شاء الله صار عندنا 30 باليوتيوب، 30 عم يحضروا بسنا باليوتيوب. انا متفائل جدا ان شاء الله ها 30 بيصير حدهم 25-0 بتصيروا ان شاء الله. anyway نكمل. فانا بالنسبه لإلي انه ما حدا يعيش علينا دور ضحيه، كلكم عندكم افتراضاتكم، كلكم عندكم توقعاتكم، وكلكم عندكم حساباتكم وخططكم بعض. اوكي طيب لؤي وزكيه ولارا، يعني ما بدنا نحكي كتير على هالموضوع لانه اصلا صارت واضحه للاعمى انه احساس زكيه بالاخر طلع صح، انه مثل ما عملت خلود مع دعاء، او انه يعني هون موقع زكيه بيشبه كتير موقع دعاء، بس الفرق انه دعاء بتعرف بس زكيه ما بتعرف. هيدا الفرق بيناتهم. شو يعني؟ دعاء بتعرف انه في اتفاق بين خلود ومراد، ولكن زكيه ما بتعرف انه في اتفاق بين لؤي وشو اسمه ولارا اللبنانيه. اوكي، ولكن صارت واضحه انه احساس زكيه وغيره زكيه اوكي كانوا بمحلها لما كان لؤي بيحكي معها. او تعرف اول مره انا بشوف انسان بيعرف وبيعمل مشاكل وبيغار هالقد وبيطلع حاله بصوره بشعه. عرفت مش بتعرف من قبل ما تفوت على الفيلا وفاتت مع لؤي بعلاقه وحسينا بهالعلاقه انه صار في اعجاب. انا ما بعرف اذا بتعرف ولا لا، ولكن اذا بتعرف فانت انت ممثله كبيره يا زكيه، لانه انا صراحه اقتنعت انك انت الموضوع ما بتعرف. بس اللي عم يكتب انه عرفت، انت من وين عرفت انه هي بتعرف؟ اذا بتعرف
فانا بقول لك يا زكيه بعطيكي وسام التمثيل الاعلى لانه انا مرقت علي. هي قالت خلاص اخواتي، هي قالت ما بدنا نقولها شيء للبنت ما قالته، هي قالته. هي قالت دعاء بتعرف، بس قصدي زكية بتعرف عن، مش عن دعاء، شو بدي عن دعاء، بتعرف عن لؤي ولارا انه هن متفقين من قبل. طب ليش عم بيقولوا انه قالت؟ انا لحد ما حدا يبعث لي اكسبلور او دليل على الخاص انه طلعت زكية وقالت انا بعرف، فانا ححطها بخانة انه هي ما بتعرف. هلا اوكي، انا بحس انها هي ما بتعرف، بس ما بيأثر. اللي عنده هيدا الاكسبلور او هيدا المقطع بليز يبعث لي. اوكي، لؤي حكى شيء وزكية تطلع تحكي شيء تاني. هلا بس سؤال، اذا طلع حكى لؤي من امتى صحبه هو زكية ليكون قايل لها من قبل مثلا او بتعرف من قبل؟ طيب زكية ولارا اللبنانية من امتى صحبة لتعرف من قبل؟ سؤالي لكم، يعني ان كان لؤي ولا ان كان لارا اللبنانية، هي ما لنا صحبة معهم من قبل لتعرف منهم. طب منطقيا يا اخي خدني عاد عقلي، خدني عاد عقلي. اذا هو طلع قال فعلى الارجح انت تكون كذاب يا لؤي. حكى لها بالبرنامج اوكي، يعني بعد ما فاتت معه بعلاقة، بعد ما فاتت معه بالتعارف، مش قبل. يعني معناتها زكية بريئة منك ومن تصرفاتك. وبعد ما عملت معها شو، اوكي، بعد ما عملت معها شو انت طلعت وقلت انه انت بتعرف، او رحت وقلت لها قال اتفقنا مع بعض. بصراحة لا، ما عليه. بس لا، ما بأيد هيدي النقطة. لا، ما مبين انه اتفقوا مع بعض. لا صراحة. حكى لها لما يكونوا جوا شيء، وحكى لها قبل ما يفوتوا شيء. دعاء بتعرف بخلود ومراد قبل ما تفوت، اوكي، او شاكة يا خيي واكدت لها خلود. اما زكية ما بتعرف قبل ما تفوت، فاتت وبس صارت معه بعلاقة رجع خبرها عشان شو ما تحقد عليه مثلا، ما بعرف، يمكن هيك. anyway ما رح نرجع. واضح تحيزك لمين يا سيف؟ لا والله مش تحيز، لا والله. وانا برجع وبقول لك اذا زكية عن جد بتعرف فكنت حقول لها لا زكية انت اكبر ممثلة بالكون، ما بتحيز لاي حدا، ولكن كمان ما برضى بالظلم، ما برضى بالظلم يا اخي، ما برضى بالظلم. بس نقطة انتهى. سيف بدي سؤال خارجي. سؤال خارجي يعني وين؟ برا يعني؟ بظهر لبرا وبجاوبك؟ ما فهمت شو معنى سؤال خارجي اخواتي؟ المهم الله يرزق الجميع. يعني بعتوا لي اكسبلورات، انا كنت ظاهر وما بعرف ليش الناس عندي صار يبعتوا لي اكسبلورات على لايف خوخو، ما شاء الله يعني. فاجأتني يعني. بحس قد ايه كان 10,000 10,000 في منهم 9,990 شاب و10 بنات مثلا نحبوها. الله يخليكم لبعض يا رب، الله يخليكم لبعض. هي مراد نحبوها، الله يخليكم لبعض يا رب. لا مستحيل كلهم جزائريين. انا بالنسبه لإلي يعني اوكي بصدق انه الرقم اللي وصلت له عشان يعني اخواننا الجزائريين اللي هن جمهور مراد اوكي واقفين بظهرها، بس بصدق انه يوصلوا 10,000، بس غير هيك ما كانوا وصلوا 10,000 على ما اظن يعني. بس انه الفكره انه خلص ما بدنا نجيب العيد فيها، خلص الله يرزقها وبرافو عليها، وان شاء الله مش 10,000 ان شاء الله 100,000. برافو برافو برافو. ليش تحارب بنت بلادك؟ لا انا بحارب شخصيه بالبرنامج. ما سبق وقلت لكم انه انا بالنسبه لي ما باخذ وطنيه بهالموضوع،
يعني من زمان مش من هلا يعني. ما هي انا ما بدخل. ذكية تاج راسك. لا مش تاج راسي، تاج راسك الك، بس اكيد انت مش من فانز ذكية او انت مش من محبين ذكية. انت بدك تقولي لي هيك عشان انا استفز واحكي عن ذكية. ذكية تاج راسك. منيحة هاي؟ شو رأيك؟ ذكية تاج راسك يلا. شو رايكم فيها؟ لا 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 هيك ترد لها اياها، ترد لها اياها قصف، قصف ارض جو يا معلم. لا ولو اخواتي شو اول مره بنكون بالسوشيال ميديا لنعرف. خلينا نكمل يلا، خلينا نكمل مشان ما يزهقوا الناس. اخواتي وين تكبيساتنا نحن يعني؟ معقول بعد ما وصلنا لل 100,000 يعني؟ معلش يعني. شنو رايك بذكيه؟ لحديد الان هي افضل شخصيه بين البنات، بس مش معناتها ما عندها اخطاء، لا عندها اخطاء، اكيد عندها اخطاء، بس هي الافضل من بيناتهم. انا بالنسبه لي، بالنسبه لي بقى هي الافضل بيناتهم. حتى لارا عم تعجبني، لارا اللبنانيه كمان تصرفاتها كثير عم يعجبوني، بس بعد ستيل بدي اشوف مواقف منها لاقول انه كمان لارا بتنحط بنفس المرتبه مع زكيه الافضل يعني. اوكي كمان صفاء بعد ما شفنا شيء منها. صفاء عم نحكي بالبنات يا اختي. تقولي لي مراد لا صراحه افضل شاب بين الشباب هو ادهم مش مراد. مراد عنده اخطاء كثيره، لا سيما انك انت تكون بعلاقه مع حدا وانت عارف حالك انك انت تكون بعلاقه مع واحد تاني، مع شخص، مع بنت تانية. هيدا مش معناتها انه صح، هيدا مش مبرر هيدا الشيء. هيدا معناتها انك انت كنت عم تمثل علينا وهيدا الشيء غلط. مش معناتها اني انا بعزك وبحترمك انه انا ما اقول عن الغلط غلط. اوكي تمام. هيدي نقطة كتير مهمة يعني. المهم نكمل. حسين لازم بكل عرس يكون له قرص. ساعة لقصة زكية، ساعة على قصة لارا، ساعة على قصة فؤاد. على فكرة عم بحس، عم شوف شوي بحسين من دعاء. حبيبة قلبي يا وجدان وسيف وبس، حبيبتي انت. عم بحس انه في عنده ليحة هيك عنده هل لحسة دعاء شوي. يا اخي كل شوي كل ما يجي بالموضوع ولو انه ربع شوي اوكي والله اوكي. كمان اسمي خلود يا خوخو. هلا بتزعل مني الخوخو الاساسيه يعني ازميرالدا الفتانه. على كل حال نكمل. هون سؤال ريتا لأسمر ما له أي طعم، إنه شو تركت أنت وصفاء وناطر بنت جديدة. إنه كمان تسلمي له والله. إنه كمان ريتا، إنه الكل عارف إنه أسمر طالع، شو له داعي هالسؤال؟ احترمي عقولنا شوي يعني. يعني كل الدلائل تدل على أن أسمر ظاهر وبرتبة، حتى ذات نفس المصور ما زعل لانه عارف يعني. حتى بتحس تيابه لاسمر هو عم بضبهم مكويين وظابطين يعني ناطرينه ليفل يعني. فاسمر فايت اصلا على الفاينل يا معلم، فايت على الفاينل وعارف حاله مفاينل يعني. ما حدا يجي يقنعنا غير هيك يعني. انتوا لاحظتوا اسرع شيء بضب الشنطه وما شاء الله شو مكويين التياب يعني. anyway اللي يدافع عن دعاء نفسهم الشخصيات هم ضعيفه ويحبون دور الضحيه. لجين انا قلت لك شغله، دائما اي انسان الفانزات تبعوله او المحبين تبعوله او الجمهور تبعه بيشبهه، ولو ما بيشبهه ما كان حبه. هيدي لازم تاخدوها كتير منيح بعين الاعتبار. اي شخصيه اي مشهور، مش ضروري باسمه نصيب، برا اسمه نصيب، لازم تلاقي الفانز بيشبه الشخص اللي بحبوه. ما في مجال.
افضل شخصيه دودو. طيب اوكي نحترم رايك، الله يخليكم لبعض. anyway المهم حتى بحس صفاء بصراحة هون، صفاء نقطة عليك يا صفاء، صفصف. أنا بحس إنك أنت تركتي أسمر بس عرفت من البقية إنه أسمر طالع. بصراحة أنا حسيت على الأقل هيدا سبب من الأسباب اللي خلتك تتركي. صراحة يعني أنا بالنسبة لإلي ما بعرف صفاء، بس بحس تركتك لا أسمر بعد ما دقدستي على الأمور إنه أسمر طالع بلا ما نفوت بالحياة، خلينا هيك وخلص روق الحياة حلوة. أوكي ما عندك حياة، شايفتيني ميت يعني؟ أنا عم بحكيكي من القبر حاليا يعني. خلص روح لعند معلمك انت، انتوا هيدا ما بتعرفوا اي فانز هيدي. روح عند معلمك، روحي عند المنجس، قولوا له هات الفلوس اللي عليكم، يلا عليه. سبحان الله بعرفهم من كلماتهم. هلا فوتوا على بروفايله بتعرفوا. anyway ان شاء الله من بين عيونه بنجيبهم ان شاء الله. المهم شفتوا هون لما كانت صفاء عم تبرر وعم تحكي كيف اسمر قاعد عم يضحك، كان عن جد يعني صراحة اسمر عم يضحك على السبب اللي عم تقوله صفاء، انه عشان سؤال انا تركته هيك، انه شيء بيضحك صراحة بهيدي اللقطة. وقصدنا بالحلقة هيدي اصلا الاصدق واحد كان فيهم عن جد اسمر، عن جد كان اسمر والله برتبه يعني. فقاعد عم يضحك. شو بدي احكي؟ ما انا ظاهر قال شو يا رايح كتر ملايح، هيك بقول المثل. فقال لك خلص يلا اوكي نضحك لهم، شو ما بدهم يقولوا يلا 100%. المهم بنجي على ندوش وادهم. مثل العادة لازم ندى تحط الحق على ادهم، ولازم تقول انه ادهم ما عم بيحاول، ادهم ما عم بيقدر يحدد علاقتنا وين، ادهم ساعة بيقول لي صديقة ساعة بيقول لي غير هيك، ادهم هو السبب بجرحي الكبير بالحياة، ادهم هو السبب اني انا صبغت شعري من اسود لاحمر وطلع ما حلو، ادهم اللي فشل نواياي اني انا اكون وجدان التانية وما قدرت تكون وجدان التانية، ادهم هو السبب بانه انا ما عم بقدر بعرف العلوم الموجودة ادهم كل شيء غلط. هو ادهم اصلا، هو ادهم سبب معاناتي بالحياة. مع طرق دمعة، مع دمعة يا كبيرز، مع دمعة يا كبيرز، لازم مع دمعة يا كبيرز. المهم بس عجبني ادهم بشغله. شوفوا كلكم عم تستغربوا مثلي انا، للوهلة الاولى استغربت انه ادهم لما قال، كانت عم تسأل انه مشان التصويت انه مين كابل مع مين، فاجا ادهم قال لا انا وندى كابلز، وهي سكتت. انه اوكي طيب لكم ليش؟ اوكي ادهم قال اوكي انت ما بدك نكون كابل بس بدي استفيد منك. كيف بدي استفيد منك؟ لا منقول نحن كابل وبتعطيني حصانه، مش حبا فيكي، مش اني انا ميت عليكي، بس يعني اطلع خسران من كل المالك. لا تعي نحن كابل، تعي. بدك تقولي لا، سكتت هي لانه الموضوع كمان بصالحها. انا بالنسبة لإلي ادهم قال انا كابل مع ندى عشان يحمي حاله،
وحقه، حقه الزلمه، ما منلومه ولا ربع بالمية. بس للوهله الاولى انت عم تحضر تستغرب انه ادهم عن جد انت كابل معه؟ لا، لعبها صح، هي هيك. وعلى فكره لما قال كابل كان عم يضحك باستهزاء انه ايه نحن كابل. فهمتوا كيف؟ فمثل كانه ادهم كانه عم يعطي خليني اقول اشاره للمشاهد انه ايه نحن كابل، انه فهم يا مشاهد ان انا مني كابل مع الانسانه، بس يا خيي بدنا ناخذ حصانه يا خيي، لا حب ولا حصانه ما بيمشي الحال يا خيي، لازم اخذ شيء من القصه. صرنا ساعتين، صرنا قديش عم نوجع راسنا، واخر شيء نطلع بمرحله الخطر. لا كلمة بحبها كبيرة، أنا بالنسبة لي ما بحبها، بس إيه في إعجاب، في ميول لندى. خلينا نكون الصراحة إيه أدهم ممكن يكون معجب بندى أكثر بكتير من أصلا ندى مش معجبة فيه، يعني أكثر بكتير من ما ندى أصلا مفكرة فيه. بس حب لا، يعني مش هذا. أوكي، المهم نكمل الشغلة الثانية. طيب فؤاد هون قلت لكم انه حرج لارا اكيد كابل، وهي قالت انه بخجل ايه اوكي خلص مرق له اياها وهيك. لما اجى الموضوع على لارا اللبنانيه ولؤي، دغري لارا طرقت وحده. لا شوف الفرق بموقف لارا اللبنانيه وموقف لؤي، انه لؤي من مصلحته يقول انه احنا كابل ليحمي حاله، ولكن لارا بعدها جاي جديده ما راح تطلع، بعدها تعتبر جديده ما حتطلع. فهمتوا الفكره كيف؟ بس انا بشوف بعلاقه لؤي لارا عم تقود العلاقه بطريقه غريبه صراحه. انا ما كنت متوقع انه لؤي يقدر يجي يسيطر عليه من قبل حدا، يعني كنت متوقع انه لا يعني تعتبر جديدة. بلا اوكي. مهم anyway، فشخصية لارا كيف قدرت تسيطر على لؤي، انا بقول لها برافو عليكي. هلا يسرا، برافو عليكي كيف قدرتي انت تسيطري، ما شاء الله عليكي، برافو عن جد والله. يعني سيف لا تزودها مع دعاء، لك دودو صديقتنا، يعني برا البرنامج دودو صديقتنا، بس نحن بالبرنامج يعني عادي. اصلا دودو يمكن بتحضرني بتضحك اصلا دودو فايته تتسلى، يعني ما نضحك على بعض، فايته تتسلى انه بتكون كبل مع البرو بعدين، يعني خلاص عادي. فعادي احنا عم نتسلى، يعني ما بتاخدها بروح رياضيه يعني. anyway المهم خلينا نكمل. انا كمان زعلت انك حكيت على دول يا حبيبه قلبي، نحن بنحكي كتحليل، بس انه شيء بالشخص بالعكس برجع بقول لكم يا عمي انا زكيه ودعاء وصفاء من بعد اصدقائي هلا موجودين، اسمر، حتى لارا اللبنانيه، يعني هول اصدقائي، يعني ما بيزعلوا، انا عم ننتقد الكل فما بيزعلوا، يعني عادي رواق. يعني اصلا هن اخدين وعارفين وهيك انه فايتين تمثيل وفايتين يقطعوا موسم وفايتين يعني يرجعوا ياخذوا الاضواء، فهن عادي رواق. انا بحلل بعيد عن الصداقه بالضبط، عرفتي كيف؟ بس انا طريقه تحليلي هيك، يمكن بتضايق بعض الناس اوكي، بس انه عادي، انه نحن عم نضحك، عم نسب حدا شيء ما عم نسب حدا، فعادي نضحك. يعني قليل شو عملتوا فيني انا لما حللتوا البرنامج اللي كنت فيه انا، قليل شو عملتوا فيني يا جماعه، سو عادي انا بتقبل، فالمفروض الناس تتقبل كمان. خليك تشيح سيف على راسي والله، حنضلنا هيك لا نراهم شيئا، مش لا نراهم شيئا المشتركين، لا المشتركين في منهم كتير اصدقائنا وحبايبنا، قصدي اللي بيجي بيحاربنا عشان المشتركين هول لا نراهم شيئا.
اوكي. المهم مالكم في الطويل اخواتي، بعدنا ما وصلنا 100,000. لا والله هيك بنسكت، هيك بحط ميوت هون وبحكي بس مع اليوتيوب، لانه اليوتيوب عم يكبسوا مثل النار، بالتيك توك ما عم يكبسوا مثل النار. جماعه اليوتيوب يتفوقوا على جماعه التيك توك بصراحه يعني، رغم انه هن 30 ولكن 33 عم يعملوا فرق كبير صراحه. انتوا هون قد ايه ما شاء الله عليكم 770. وين التكبيس يا اخي؟ وين التكبيس يا اخي؟ وين اخواتي اللي بعد ما بيعرف وين قناتي على اليوتيوب ينضم للابطال الموجودين عندي على اليوتيوب. بتفوت على قناتي، على الرابط موجود بالبايو، تفوت على قناتي بتلاقيني بوشك لايف بالعرض، بس هون جاي بالطول، هون جاي بالعرض. جاي بالعرض عندكم انا ولا انتم شايفيني بالطول؟ شو اخواتي اللي والله على فكره والله عطتني رحيل يلعن ديبك ما اسكاكي. يلعن ديبك ما اسكاكي. بتعرف شو قالت لي هذا؟ يعني او انا فضيحه هيك بكون. اوكي، حدا من اللي كتبوا لي قال اعمل لي ميوت على التيك توك بيجوك كلهم على اليوتيوب. يبعث لك الزيز ما اسكاكي، تعال نجرب، تعال نعمل ميوت على التيك توك. والله انك ذكيه عن جد. ليش انا ما بعمل هيك؟ بحرقصكم، بعمل ميوت لتصيروا 100,000 وبكمل مع اليوتيوب. شو رايكم؟ والله ما راح اجي، ما تجي ابعث لك الزيزي ياكلك. لا ما راح تروح على اليوتيوب يعني؟ شو؟ راح تروح على اليوتيوب ولا لا؟ ولك تروح على اليوتيوب ولا لا؟ ولك لا صراحة الجماعة وصلوا تكبيس منيح. يلا اخواتي وصلوا ال 100,000، ما تظلموا لا حالكم ولا تظلموا جماعة اليوتيوب. هاي لولو هاي، هات نرد شوي على الناس. شوف صرنا كم؟ ايه والله قاعد يرتفع. ايه والله قاعد يرتفع، صار 45. صدقني الكل بيجي. طب تعال نعمل ها لتصيروا 100,000 بشيل الميوت. صرتوا 100,000. ها برافو برافو. ايوه صاروا 100,000. ليك والله ما شاء الله كله اجى على اليوتيوب ما شاء الله. صرنا 60 تقريبا. المهم نكمل. هون وصلت القصة لقرار مراد.
مراد بدك تاخد قرار، يا بتطلع حدا من الاسمر او لارا اللي هن انت نقيتهم بخطر، يا اما شو منوسع الدائرة. طيب اذا وسعنا الدائرة، ناخد بعين الاعتبار اذا وسعنا الدائرة اخواتي، اوكي، شو اللي حيجي على الموضوع؟ شو حيجي على الموضوع؟ رح يجي على الموضوع انه رح تكون خلود بالخطر، لا سوري، دعاء بالخطر، رح يكون لؤي خطر، لارا خطر، لا لارا السورية حتكون بخطر، حتى لو اسمر بخطر، صفاء لا صفاء جديدة، زكية بخطر. يعني رح يضيعوا الاصوات، وممكن كتير كتير انه اسمر ما يطلع. معلش هون يا جماعة مراد لو قالوا له انت اختار مين يطلع، مش تصويت اصلا، كان قال لهم اسمر وما تردد بالوضع ولا 1%. واسمر عارف اوكي. فانا بالنسبة لإلي اوكي، ما حكي شيء مراد انه هو ما بده اسمر يطلع، تمام، ولكن ما حدا يجي يقول لي انه مراد ما مستقصد انه اسمر يطلع. شنو سبب الكره؟ خلود. سبب كره مراد او سبب انه مراد بده اسمر يطلع برا خلود، لانه خلود اصلا بتكره اسمر. حتيجي تقول لي طب كيف خلود تسمع بتكره اسمر واسمر بحب خلود؟ اسمر ممكن يكشفها، اسمر ممكن حتى يشكل خطر على مراد، تمام. شوف اسمر من الناس، وخلود بتعرفوا من السيزون 3 انه اسمر من الناس اللي يا فيها يخفيها. يعني اذا انا فيها رواق، اذا انا مش فيها انا بحرق الارض. فانا ليش بدي اجيب شخص بيحكي كتير وصريح زيادة عن اللزوم؟ وبنفس الوقت مراد شايف انه اسمر ما قاشع قدامه بالفيلا الا خلود، وما عم تزبط معه ولا وحده خلود، ففي نوع من الغيره كمان. يعني فينا ناخدها هيك، فينا ناخدها هيك. في غيره، اكيد في غيره، مش يمكن، اكيد في غيره. بس في شغلتين، حتى خلود عم تغذي هيدا الاحساس عند مراد لما فقدت الاحتماليه انه تقدر تطلع لؤي قبل. طبعا هلا لؤي صار محبوب عندها لدرجه انه قبل كان بدها تحطه، شوف خوخو ازميرالدا الفتانه، كانت قبل بدها تحط لؤي وراح تموت لتحط لؤي بمرحله الخطر. اليوم بنشوفها لؤي بدنا نختارك صاحب بيت. حتيجي تقول لي ليش؟ شو هالحب الفجائي؟ بيجي بقول لك لؤي بيسمع كلمة مين؟ كلمة مين اخواتي باليوتيوب؟ لؤي حاليا هلا بيسمع كلمة مين؟ ها قولوا لي بيسمع كلمة مين لؤي هلا؟ ايوه بيسمع كلمة لارا. طب لارا معي ولا مش معي؟ بلا معي، رفيقتي كتير، انا ولارا ودعاء، نحن ثلاثي المرح. فاذا انا اخترت لؤي هو أأمن خيار انه انا اكون رواق وحياتي حلوة وما اتنقى اني اكون بمرحلة الخطر. ترى اللي ما بيوافقني الرأي انت وحدة من اثنين، يا اما عندك حب اعمى باشياء يعني اللي خاصة بخلود، اوكي، يا اما انت اهبل وما بتعرف. ولك صراحة يعني صراحة يعني مثلا تعال نجي نحكي من امتى خلود بتحبه للؤي؟ من امتى خلود بدها لؤي يطلع صاحب بيت؟ طيب تعال ناخد احتمالات تانية غير لؤي. مين في؟ حسين، ما انا بتمسخر عليه، واصلا من كم يوم
متخانق معي انا ولارا لان كنا عم نتمسخر عليه وعم نقول له ضحكنا وما ضحكنا، فخطر. ادهم ماني كتير صحبه معه لاني انا ماني صحبه مع ندى. مراد طلع صاحب بيت، اسمر طاير. مين بعد؟ في فؤاد كمان انا ماني صحبه انا وياه. مين اللي فيني اضمنه؟ لؤي. اوكي؟ متفقين ولا مش متفقين اخواتي؟ متفقين ولا مش متفقين؟ وهيدا الغمزه قال هلا بنجيلها، هلا بنجيلها هلا بنجيلها الغمزه والخبريات والهيك ابعت لك الزيز. اوكي هلا نجيلها اخواتي. فهمتوا انتوا اي مشهد انا بدي احكي فيه؟ اصلا طالع ترند المشهد، يعني انا من غير ما احكي عنه. انا شفت التيك توك امبارح مليان هالمشهد يا معلم، يا كبير مليان هالمشهد. anyway نكمل. نحبوها ترند خلود، ان شاء الله يا رب تصير ترند ترندات كمان. شو بدك بعد احلى من هيك؟ ندعي لها يا رب. ها يا رب. ها شوف عم بدعي لها الكل يا رب، كل مشتركين اسمه نصيب سيزن 4 يطلعوا ترند. شو رايكم بعد اكثر من هيك؟ يا رب يا رب. بس اذا انت ترند ولا انت مش ترند ولعك لا نراكم شيئا. تعمل منيح بنقول لك برافو، تعمل مش منيح بنجلدك. نقطة انتهى. ياوه ايه ما بيغيرنا الارقام، الحمد لله عنا ارقام الحمد لله. المهم نكمل. وصلنا لحد انه اوكي مراد اختار انه لا نبقى مثل ما نحن، مثل ما اخترنا، ما بدنا مفاجآت جديدة، انه يكون شو اسمه اسمر ولارا بمرحلة الخطر. صراحة العدل يا مراد هون انت ما كنت عادل. مراد هون انت ما كنت عادل. العدل بيقول لارا السورية ما تكون بالخطر لان هي اعلنت ان هي كابل، وكل السناجل ممن بيناتهم اسمر يكونوا بمرحلة الخطر. هيدا العدل. انت ما عملت العدل، انت ما عملت قرار شخصي، قرار نابع على مصالح شخصية. اوكي؟ اما العدل فكل السناجل يكونوا بمرحلة الخطر، الكل. اوكي؟ كان احسن قرار لذاته لعلاقته الجاية مع خلود، ولكن كقرار عادل فلا. لارا اصلا مش لازم تكون بمرحله الخطر، على راس اهل تونس. لارا اصلا لارا السوريه مش لازم تكون مرحله الخطر لانه هي بعلاقه. يعني في عندك ندى، ادهم، لارا وفؤاد، هول اربعه ما لازم يكونوا مرحله الخطر. باقي ما تبقى من عدا صفاء، وما بعرف اذا لارا اللبنانيه حيعتبروها جديده، الباقي كله لازم يكون مرحله الخطر. هيدي وجهه نظري انا. اذا انت بدك تكون عادل هيدا العدل. اوكي؟ هيدا العدل. المهم القرار بحق اسمر اوريدي ماخوذ مش بس من مراد، من باقي كل اصدقائه لمراد، من باقي كل اصدقائه لاسمر. الكل كان حيصوت عليه لانه منطقيا الحجه موجوده. شو الحجه الموجوده؟ اوكي؟ الحجه الموجوده انه لارا بعلاقه وانت مش بعلاقه. هيدي طبيعيه. وفعلا انا لو كنت من ضمن المشتركين وقاعد عم بجي صوت بين لارا السورية واسمر، اكيد رح صوت اسمر لانه انا شخص رح اخذها بالعدل. العدل انك انت تخلي الانسان اللي هو بعلاقة يعني بالفيلا، واللي سنجل طلعوا. ولكن مراد لو حط مثلا اسمر وزكية وفؤاد، ومش فؤاد سوري، لؤي
وحاسس بالظلم عشان هيدي النقطة. بحس لو صار هيك ودعاء، بحس لو صار هيك على الأرجح كانت، وخلود كمان، خلود سنجل، على الأرجح كانت دعاء اللي طلعت. تخيلوا، لأنه مين رح يصوت؟ رح يصوت أدهم وندى وفؤاد ولارا. لارا من مين أكثر بنت متضايقة منها؟ هلا حتيجي تقول لي تصوت لحسين، ما حتصوت ضد حسين، ما رح تصوت انه حسين يطلع لانه عم يعطيها كونتنت. ما رح تصوت انه حسين يطلع، رح تصوت دعاء لانه عندها مشاكل مع دعاء، فرح تصوت على دعاء. وفوفو اكيد رح يلحقها دعاء، وندى كمان عندها مشكله مع دعاء، يلا. وادهم ممكن يصوت على حدا غير دعاء، بس هي ثلاثه ضد دعاء. شفت ليش؟ فهو مراد بحركته حمى خلود وحمى دعاء وطلع اسمر. تمام؟ بالنهايه هيدا قرار صاحب البيت، انا بالنسبه لي بحترمه ولكن ليس عادل. بحترمه، انت حر تاخذ القرار اللي بدك اياه لانه انت اخذت ثقه رفقاتك، ولكن ما كنت عادل بهالموضوع. بتمنى المره الجاي تكون عادل اكثر يا مراد. اوكي؟ تمام. خذ هذا. يا مرح اخ، يا مرح اخ. المهم نكمل باللي كنا عم نقوله. اخواتي، يعني بدنا نضلنا لكم نكبسوا عشان نوصل 200,000. يعني ترى بنرجع بنعمل ميوت بنحكي مع اخواننا باليوتيوب، يعني نرجع بنعمل ميوت نحكي مع اخواننا باليوتيوب ولا كيف ولا شو؟ سيف انت متزوج ولا لا؟ يعني اذا جاوبتك ايه او لا شو حيغير يعني؟ يعني بدك تشوف بطاقتي الشخصية مثلا؟ ما فهمت. سلامة اصبعك يا عمدي، ايه سلامة اصبعك. تخطبك؟ لا شكرا، انا مرتبط، شكرا. لك على راسي اهل الجزائر، بس انتو كمان اخواتي اهل الجزائر ما بترضوا انه انا اكون متحيز. بتحبوا العدل انتو، صح؟ والعدل نقول لما حدا بيغلط بنقول. سيف ما بحب الجزر، كل تفاح. اوكي. المهم طيب، هون لطشت ريتا لطشه ما بعرف اذا انتم انتبهتوا لها ولا لا. ايه رح نحكي عن لقطة شو خلود اكيد هيدي، بس عم نمشي بالتدريج يا كبيرز، بالتدريج يا كبيرز. اوكي، بدنا نكبس لنوصل 200,000 نحكي عن لقطة خلود. بليز يعني. ما تقولوا ما كنا عارفين. اللي حتصوتوا عليه بيطلع. اوكي. هي ريتا اللي لطشتنا، شو انا لطشت ريتا. المهم، ما انا قلت لكم يوم انا حابب ريتا بطش يا معلم، لا تراهم شيئا. ريتا اليوم لا تراهم شيئا. ايه والله.
ندوش، او قبل ما نبلش عن الدوش، فلو سمحتم حبا، هلا انتم على اليوتيوب ما بتعرفوا، حبا يعني اللي بيحبني وبيحترمني بس ندعمها لهالإنسانة نضيفها، وهي أصلا بتنزل تصميمات عني، أوكي؟ ففضلا وليس أمرا، فضلا وليس أمرا. اللي بيحب سيف يدعم هالإنسانة، تمام؟ ترى هي مصممتي وبطلة، أوكي؟ وعم بيبلغوا عليها كتير، بس يعني بتساعدوها بإضافة لايكات، قصص، هالخبريات بس، تمام؟ شكرا لكم، حب كبير لكم والله، حب. ما بقدر اتخيل، ما بقدر اتخيل من دونك، بس راح اسمر. راح، اوكي. كيفكم اليوم، شو عاملين؟ اوكي راح اسمر، راح ما راح يلا. خلصنا تصوير، اوكي هلا حلقة جديدة، يلا. كيف الحال؟ اوكي عن جد، اوكي. المهم، اخ على الدراما. بس ترى اسمر وحدة ار بي جي، يسعد دينك يا اسمر. شوف اسمر حلقة امبارح، انا بالنسبة لإلي احلى حلقة لإلك بالسيزون 4 كله. صراحة اسمر عم يضرب وعم يسلخ من غير ما يعني بيوجع من غير ما يعلم. شو طرقة؟ قال لا ما تبكي، هلا بتخرب الميك اب. كبير يا اسمر، كبير يا اسمر، انه شوارعنا ضيقه وبنعرف بعض، تبكي هلا بيروح على الميك اب، على الميك اب، على الميك اب. انتبهتوا؟ لا مش عادي. اوكي ضحكتي مصطنعه. قال لا تخربي جمالك، ايه يعني انه بمعناها ما تخربي الميك اب، ما تخربي جمالك. طيب يعني شو معناتها اخواتي؟ هذا قصف ولا مش قصف؟ تسلمي لي يا بيل ديتس، والله احسن تحليل هو حسين. let's estimate. انت اكيد فنزات دودو، صح؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ اوكي. ندوشيات، اوكي نفس الشيء، نفس الشيء عادي، يعني عم يحبوا بعض هالايام، عادي. anyway المهم من الناس اللي بكيوا طبعا زكية وريتا. صراحة أنا يعني هول الشخصين ريتا وزكية هول الوحيدين اللي كانوا دموعهم حقيقية ووصلني شعورهم، واقطع على راس أهل الجزائر، واقطع. تسلم لي يا علوش، والله على راسي انت. اوكي صراحة هول الاثنين كانوا الوحيدين اللي عن جد عم يبكوا وعن جد زعلوا من قلبهم. اوكي حبيت اسمر طريقة خروجه كانت اهدى بكتير من طريقة خروجه بالسيزون 3. اسمر يعني انت شخص بتعرف بغض النظر عن انه شخصيتك بالبرنامج، انت بتعرف قد ايه انا بعزك، انت صديق ومقرب جدا وبحبك وبفتخر بصداقتك، واكيد ما رح توقف هون صداقتنا.
مرورك كان له حلو مثل ما قالت ريتا، مرورك له بصمة كتير مهمة وكتير قوية بالبرنامج. اوكي. المشكلة يا اسمر ليش انت ما توفقت بالسيزون 4؟ لانه لازم اخر شيء يطلع كبش فدا، وكبش الفدا دائما بيطلع بالشخص اللي مش متفق ومش عامل اتفاقات. اوكي. اسمر انت طلعت لانك انت ما اتفقت مع حدا بكل بساطه، بكل بساطه. اوكي. فاكيد اتمنى لك مستقبل احلى، وانت نجم انا بالنسبه لي، وبتستحق النجوميه. ولاف يو اسمر. المهم لا ما راح ابكي يعني، مش لهالدرجه. شو هو وين راح؟ شو هو يعني؟ رجعت ندوش قلبت الموضوع كله على قصة انه انا حاسة مراد رح يغير، رح يصير في تغيير، وبتشوف لا يا شيخة أسكى وحدة بالعائلة. يعني صراحة لو ما قلتيها، صراحة يعني لو ما قلتيها يعني كنت ما عرفنا يعني. شكرا على المعلومة، شكرا يعني. الإدارة خططت، والله أنا بحس إنه يمكن أوكي يلا خلص صار فيكم تكونوا مع بعض، قطعنا الفاينل، صار كل واحد صار فيه يقول اللي بده إياه. واو شو عبقرية صراحة يعني، ما شاء الله الذكاء عم يشرشر. anyway في شغلة أنا لأول مرة يمكن بدي أسألكم إخواتي، تسلمي لي هانيا وأنا كمان بزاف توحشتناكم بزاف. كنت صفاء وزكية عم يحكوا على ناس، قال عم يحكوا عليهم بقفاهم. مين هن؟ قصدها يعني خلود، لارا، دعاء مثلا، ولا مين قصدهم؟ لأنه أنا عن جد ما عرفت. على راسي أهل الجزائر والله. باللايفات والله، مع انه ندى صحبة مع شو اسمه، مع زكية. دعاء عارف المخطط ولا تستهبل؟ مخطط مين؟ مخطط خلود ومراد؟ يعني انت شو رأيك؟ اكيد عارفة يعني. على راسي والله يا ميمي، وانا بحبكم اخواتي من الجزائر. هالو بكا. فانا ما بعرف، بس انا اذا بدي حللها تحليل ما بشك انه يكون الموضوع ندى. بحس شيء خصه بدعاء وخلود اكثر من لارا اللبنانيه، لان لارا اللبنانيه مشاكلها اقل يعني معهم. فبحس هيك. ما بعرف شو رايكم انتم؟ دعاء وخلود ولا لا انتم مصرين انه ندى؟ لانه كثير عم بيقولوا لي ندى. قلت لنشوف بيحكوا عن اللايفات. تسلمي لي يا اماني والله. عن اللايفات. طب اللايفات هي يعني قصدك انه من ورا اللايفات حقد ندى على جيهان، فحقدت على الكل يعني، هيك قصدك يعني؟ هيك كان قصدهم هن ولا كيف يعني؟ لانه عن جد انا صار عندي حشريه اعرف. سالفه قديمه. حكت خلود على وجدان؟ اوف ليش من وين تعرف على وجدان لتحكي عليها؟ شو حكيت عليها كمان؟ تفضل. لا عن اهل المغرب. اوف. اوكي من السيزون 1. عرفتها. ما انا كنت وقتها انا بطشت فيها وقت لندى. ايه تذكرت ستوري، نزلت ستوري وقتها. صح نزلت ستوري، صح ولا لا؟ مش قصدكم على الستوري صح؟ ايه تذكرت هالفترة. اكثر واحد بطشنا يا جماعة، شو نسيتوا؟ اكثر واحد بطشنا وقتها فيهم لنا دوشيات.
اي والله. المهم ما بدنا نفوت بسلفة الدول، نحن بعيدين كل البعد، هو برنامج تافه، خلينا نكمل بالبرنامج التافه. كلنا خلينا ما لما نجيب العيد بحالي وفيكم هلا، خلينا ساكتين هلا نجد. بلا بلا نجيب العيد بحالنا هلا، نحن قاعدين عم نتخانق على هيك برنامج صراحه يعني. نحن لماذا نحن هنا يعني؟ خلص خلينا ساكتين، خلص بحياة ربكم بلا ما تضرب معي الصراحه مثل اسمر يعني. اوكي خلينا مثل اسمر، ويعني يمكن الناس ما يعجبهم، وايمان، هو اثنين كثير صريحين. ايمان جزائريه سيزون 3. اوكي مهم طيب. خلود خوخو مثل العاده، حبيبتي يا نجد، مثل العاده ما هقول لك ما شاء الله كل الاكشن خوخو، الاكشن كله خوخو، بس يلعبوا خوخو ما بدها تلعب معهم، بدها تقعد تصفن وتعرف شو اللي جاي. تلعبوا، نحن جايين نلعب هون، جايين نخطط، جايين نربح على راس والله يا دينا. ايوه عندها عقدة صاحب البيت، مين بده يطلع صاحب البيت؟ ام لارا بتقلق يا بنت الحلال خلص. لؤي تعال، لؤي تعال، شفتوا؟ ايه بعدني عاملة جديد يعني، شفتوا؟ تعالوا اي تعالوا اي يا صاحبي يا عشيري. شو؟ طلع صاحب بيت صوت لك بكره؟ لؤي اجى هلا شو؟ مثل العاده لؤي جايين الدنيا ما نعرف ليه، مثل العاده يعني. شو؟ طيب نجيبك صاحب بيت. انا صاحب بيت اوكي نجيبك صاحب البيت، بس يعني بمعنى انه نجيبك صاحب البيت متنا يعني ابقى افتكرني يا صاحبي عشيري، ابقى افتكرني يعني. والله العظيم صح، ناقصها تجيب شيشه. والله صدقتي يا شو اسمك؟ يا دياج لك حتى عملت لك ميوت، حتى المودريتر عندي عملت لك ميوت يعني سبحان الله. انا وماي مودريتر عرفتوا كيف؟ لهالدرجه في كيمستري بيناتنا يعني. الجمله اللي لفتت لي نظري لفتت لها نظرتها. ايه عن جد والله العظيم. المهم ف ماشي لو هي تطلع، بس انه بفتكرني اوكي، ما تطلعني مرحلة الخطر، ترى عم جيبك اوكي رواق الحياة حلوة. ايوه روح يلا كروج، روح العب، روح العب معهم اونو. انا خليني قاعد عم فكر وعم خطط شو بده يصير. انا بتعرف شو عم فكر يا كبيرز؟ هلا انا طلعتك صاحب بيت، مين بدي يطلع من بعدك صاحب بيت؟ عرفتوا كيف؟ عرفت كيف يا كبيرز؟ عرفت ولا لا؟ ايوه هي هيك. طيب شفنا هون لارا انه الوحيد اللي عارفه تكمشه للؤي وحركاته. لؤي هص اقعد، ليه عملت هيك لؤي؟ لؤي شو عملت؟ شو عملت؟ بلشت تحس انه لؤي عنده ميول مازوخيه. شو يعني ميول مازوخيه؟ يعني ما بيحب البنت اللي تعطيه الكنترول، بحب البنت اللي شي كنترول هم، اللي بتمشي كلمتها عليه، البنت القويه ومسمع الكل ولعك. بلشت تحس بهذا الشيء. ذكيه
هلا هي ما كانت تتعامل معه مثل ما عم تتعامل معه لارا. ليه؟ ذكية كانت حتى لما تيجي تأمره مش بجدية، بمزح، بلعب. لأنه ذكية شو اخذة انه انت انسان طبيعي، انسان يعني عادي نمزح نحن وياك. اوكي؟ بس مع لارا لا، لارا بتكون جدية. لو قال لي عم تعمل هيك، تعال هون، تعال هون. لا انا ما عم شو، ليش هيك يا لارا؟ ليش بصير الصوت الشتوي الخفيف الرواق. اوكي تمام anyway يصطفل وانا اللي فكرك مؤدبة. هون شفنا دعاء عم تحكي هي ولارا اللبنانية، انه عم تقلها دعاء طبعا بعد قعدتها المطولة والحركات الانسحابية من مراد اللي ما رح اعلق عليها، اللي واضحة القصة انه خلص الفاينل. دعاء خلصت صلاحية علاقتنا لهون، انا حكون مع خلود، فهلا بدنا نعمل حركات انسحابية. وطلعت بوجهنا قصة حسين وقصتك مع حسين وقصة سلعة وما سلعة وهالهبل. بصراحة يعني إذا واحد إجا عم يتعامل مع الإنسان اللي أنت عم تعرف عليها على أساس سلعة، ترى كل البروجرام من السيزن 2 للسيزن 4 بيجربوا يستعملوا دعاء. ترى يعني ولو يابا يلا روح افتح يابا، روح يا معود روح. اوكي المهم، فهو مش جديد هيدا الشيء يصير على دعاء اخواتي، لانه دعاء هي بتعطي الفرصة للناس انه استعملوني بصراحة. اوكي انه تبيع وتشتري فيها وهي ترجمتها سلعة، ما حنختلف على الكلمة، بس اخواتي هيدي كلمة ما بتخلي الواحد، لانه صار في مواقف اكبر بكتير بينه وبين دعاء قبل وما تركها لدعاء. هلا على هيك شغلة او هيك موقف صغير اوكي خلص، لا معلش سوري، انا بحبه وبحترمه لمراد.